اياك تشتري موبايل غالي بعد كده، لان الموبايل ده فيه امكانيات اعلى من موبايلات ب 1200 دولار وهو سعره 200 دولار بس. فعايزك تجهز معايا لان احنا معانا موبايلين مش موبايل واحد، واغلى واحد فيهم ب 200 دولار وفيهم امكانيات مستحيل تكون موجوده في موبايلات بضعف سعرهم. انا مش فاهم ازاي. المهم ان الفيديو ده يعتبر من اوائل الفيديوهات في الوطن العربي كل الموبايلات دي. وايوه انا بتكلم عن موبايلات انفينكس الجديده الهوت 60 برو بلس والهوت 60 5G، ويعتبر ده من اوائل الفيديوهات في الوطن العربي للموبايلات دي. فقدر المجهود اللي محطوط في الفيديو بعمل لايك جميل جدا وسبسكرايب لاول مره تشوفني على يوتيوب وعايز تشوفني تاني عايزين مشاهد. ومن غير كلام كتير يلا بينا نفتح اول علبه مع بعض. تخيل العلبه مبدئيا كده جاي فيها سكرين بروتكتور ليك، سكرينه ازاز نظيفه جدا زي اللي هتروح تدفع فيها مبلغ بره، هي موجوده في العلبه عادي ببلاش. هتلاقي دبوس السيم كاردز موجود برده في العلبه، نفتح كده عندك جراب كمان للموبايل موجود، وهتلاقي المناديل والحاجات اللي انت هتستخدمها عشان تركب السكرينه على الشاشه. وكالعاده معاك راس شاحن جوه العلبه، والراس شاحن دي سريعه جدا 45 واط، وكمان معاك كابل الشحن في العلبه. فحرفيا انت كل حاجه موجوده جوه العلبه بتاعته، مش تصرف عليها اي حاجه حرفيا. ومع محتويات العلبه دي الموبايل زي ما قلت لك هو ب 200 دولار بس، وحاطين لك كل المحتويات دي جوه العلبه، فهو واقف عليك باقل من السعر ده. طب ما اتكلمنا عن الموبايل اكتر يا حكيم. بص يا سيدي، مبدئيا كده الموبايل ده هو ارفع موبايل بشاشه كيرفد في العالم. سمك الموبايل بالظبط 5.95 مللي، اقل من 6 مللي السمك بتاع الموبايل ده. انا عايز اقول لك على المفاجاه، الموبايل ده كان جاي لي في بورتريه، اتفرج كده معايا. انا عايز اوريك حاجه كده، ده البورتريه، بص كده الرفع بتاعه السمك بتاعه. الموبايل ده كان موجود جوه هنا كده زي ما انت شايف كده، ده الموبايل اهو والبورتريه بالرفع ده. اتفضل يا عم، الموبايل ده زي رسمه البورتريه كده، ده اسمه جنان، ده مش طبيعي. طبعا مديلك ماسكه ممتازه في ايدك، حاجه كده خفيفه ورفيعه، وايوه وزنه 155 جرام بس، فحاجه ممتازه يعني. والفكره ان نقطه الرفع دي مش موجوده غير في الموبايلات الغاليه قوي اللي هي من ابل، مثلا الايفون الجديد اللي هينزل، او سامسونج مثلا اس 25 ايدج. الموبايلات دي سعرها كسر ال 1000 دولار. ظهر هنا من خامات الفايبر جلاس اللي هو يديك ملمس كده الازاز، وفي نفس الوقت مش بيبصم تماما، هيفضل شكله نظيف معاك كده زي ما انت شايف. والفريم بتاعه من بره بلاستيك، ولكن من جوه مستخدمين الايروسبيس جريد الومنيوم عشان يبقى قوي معاك اكتر ويتحمل الصدمات اكتر. فالموبايل ده المفروض لو وقع ما يحصلوش اي حاجه. وقبل ما اوقعه ونجرب دلوقتي، عايز اقول لك ان شاشه الموبايل نفسها جاي عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، فهي قويه جدا وتستحمل معاك المفروض خبطات وخرابيش. ولكن الموبايل ده الشركه مش قايله ان هو ضد الكسر، تمام؟ فخلي بالك هو يستحمل معاك. وتعالوا نجرب عادي دي النسخه اللي معايا، ويلا بينا 1 2 3. تمام، زي ما انت ولا الهوا. اتفرج يا باشا، انا مش هضحك عليك اهو. اتفضل يا عم، الموبايل زي ما هو مفيش فيه اي مشاكل. فالموبايل بجد بخامات متينه معاك يستحمل. وانا ما عنديش اي فكره ازاي ده موبايل اقتصادي وجاي بالحواف الصغيره دي. يعني ايه شاشه كيرفد بالحواف الصغيره اللي شبه الفلاج شيبس دي وموجوده في موبايل اقتصادي سعره ما يتعداش ال 200 دولار؟ انا ما عنديش ادنى فكره. الشاشه بجد هنا ممتازه، نقطه قوه بنت لذينه. وخد المفاجاه دي، الشاشه دي اعلى من شاشات الفلاج شيبس، يعني الايفون 17 برو ماكس اللي هينزل ده وال16 برو ماكس اللي موجود والسامسونج اس 25 الترا وكل الحاجات دي شاشاتهم 120 هرتز. انما شاشه الموبايل ده هي اموليد 144 هرتز. يا جماعه انا مش مصدق ان شاشه بريفريش ريت العالي ده موجوده في موبايل ب 200 دولار. دي ما كناش نسمع عنها في اي موبايل في الكون حرفيا. وعلى فكره مستوى السطوع هنا بيوصل معاك ل 4500 نتس، فتحت الشمس هتشوفه كويس جدا. يجي بقى واحد يقول لي طب يا حكيم ما هو الرفع ده معناه ان البطاريه اكيد صغيره. اقول لك والله انت متسرع. ايوه انت عندك حق، الموبايل هنا رفيع وخفيف، ولكن بطاريته هنا 5160 ملي امبير، اعلى من متوسط الموبايلات. انا مش فاهم ازاي، ما عنديش ادنى فكره والله. طبعا 5160 ده يعني بطاريه تقعد معاك اليوم عادي، مع كمان سرعه شحن 45 واط. وعلى فكره دي اعلى سرعه شحن ب 200 دولار. مفيش اصلا موبايل تاني بالسعر ده بيقدم سرعه الشحن دي. طب ريزوليوشن الشاشه دي كام يا حكيم؟ اكيد قليل. اقول لك لا والله، الشاشه دي جاب ريزوليوشن 1.5K، ريزوليوشن عالي كلير كده وشارب معاك. تتفرج على اي محتوى هنا براحتك على اعلى ريزوليوشن، مع بقى البرايتنس ال 4500 نتس. بجد شاشه ممتازه. بما ان الشاشه هنا اموليد، فالبصمه جايه تحت الشاشه، والبصمه السريعه عادي، يعني اللي هي ايه، مش الصاروخيه، مش اسرع بصمه في اي موبايل، ولكن يعتمد عليها جدا عادي فتح الموبايل كل يوم من غير اي مشاكل. بس لو لمست كده وبتشيل لا، لازم تثبت شويه، ولكن مش بتغلط، يعتمد عليها جدا طول اليوم. طب ما تيجي نتكلم عن الكاميرا، عشان في حاجه كده عايز اقولها لك، في توبستايه. بص الموبايل من بره يبان فيه 3 كاميرات، انا ما عنديش ادنى فكره هم ليه حاطين الشكل ده، ما عنديش فكره بصراحه، بس هو عشان يعني الموبايل يبان اغلى. ولكن فعليا الموبايل ده ما فيهوش غير كاميرا واحده، وهي كاميرا 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني الاي ام اكس 882. وعلى فكره الكاميرا الاساسيه هنا ممتازه، الوان، شاربنس، كواليتي، ريزوليوشن الصوره نفسها. وعايز اقول لك انت بعد ما تاخد الصوره استنى شويه كده، بتلاقي فيه يعني معالجه الوان بتحصل بجد، بتخلي الصوره في حته ثانيه، اللي هو مش محتاج تعدل عليها حتى في الوانها. وعلى فكره الكاميرا هنا بفتحه عدسه واسعه اف 1.8، وده معناه ان في اضاءه اكتر بتخش للكاميرا هنا، وحتى في ظروف الاضاءه القليله الموبايل بيقدر يصور صور كويسه عادي. والموبايل بيقدر يصور معاك فيديوهات 2K 30 فريم في الثانيه، وده اعلى رقم حرفيا لموبايل ب 200 دولار. وبالنسبه للسيلفي فهي كاميرا 13 ميجا بكسل اف 2.0، وكاميرا متواضعه جدا، اللي هو يعني ولا هي
هي احلى حاجه ولا هي اسوأ حاجه بصراحه، هي الكاميرا الكويسه اللي في الموبايلات في السعر ده، وعلى فكره بتطلعك حلو قوي لو انت في اضاءه كويسه، ولكن طبعا كل ما تدخل في اضاءه اقل كل ما الكواليتي كده بتقل معاك، تحس فيه نويز اكتر في الصوره، ده طبيعي جدا بسعر الموبايل. عايز اقول لك دي واحده من احسن السيلفيات الموجوده في السعر ده. بس في تريكايه هنا في الموبايل بتعجبني قوي في السيلفي، وهي فكره ان الكاميرا السيلفي فيها فلاش امامي، عندك فلاش قوي على فكره ويعمل تاثير جدا لو انت في مكان مظلم قوي، فالسيلفي ده هيطلع احسن من اي منافس تاني. فكره ان يبقى فيه فلاش حقيقي كده موجود دي حاجه جامده. والكاميرا السيلفي هنا برده تقدر تصور ريزوليوشن 2K 30 فريم في الثانيه، ممتازه للفلوجينج. بالسعر ده هي الاحسن، فحط نقطه بعدها. وعلى ذكر الخامات بقى والموبايل اللي يعيش معاك وبتاع، الموبايل ده يا جماعه جاي ضد الميه والتراب. انا اول مره اشوف معيار امان لموبايل ب 200 دولار قسما بالله، اول مره. ايوه الموبايل ده فيه معيار امان IP65 يقعد معاك لحد متر ونص تحت الميه عادي، ولكن ده مش اقوى معيار امان للامانه، يعني من الاخر لو وقع عليه ميه هيستحمل عادي، مش هيتحرق منك ولا حاجه، بس في نفس الوقت ما تنزلوش بقى البول 2 متر تحت ولا حاجه، لا في المعقول منه، يعني لو وقع وشلته مش هيحصل له حاجه، ودي حاجه كويسه تامن لك الموبايل يعيش معاك سنين اكتر. وعلى ذكر السنين الاكتر، الموبايل ده بينزل له 5 سنين سكيورتي ابديت، ولكن كاندرويد ابديت هم سنتين بس، ودي طبعا رقم قليل بصراحه من انفينكس بالنسبه لباقي الموبايلات، ولكن بالنسبه للسعر الصراحه متقبله جدا، يعني مش شايف فيها مشكله. الموبايل ما فيهوش مدخل 3.5 مللي للسماعه، وده طبيعي جدا عشان ضد الميه وعايزين يقللوا الفتحات وهكذا. في عندك هنا مدخل شحن تايب سي، السماعات مكان بيت الشريحه وبيركب فيه شريحتين اتصال، ومن فوق عندك هنا مكتوب JBL وسماعه ثانيه. ايوه يا جماعه الموبايل ده فيه سماعات ستيريو، ومش ستيريو عاديه بقى سماعتين وبتاع، لا لا لا، هم عاملين الصوت هنا بالتعاون مع JBL، واللي هي بالمناسبه احسن حاجه بسعره، يعني اللي هو دي اعلى صوت. اتفرج كده يا باشا، اتفرج على الوان الشاشه بقى والدنيا شغال، صوت ستيريو طالع من ناحيتين، الدنيا لذيذه. مبدئيا الصوت هنا طبعا تقدر تفرقه بينه وبين اي موبايل غالي، يعني مثلا لو معاك موبايل فئه متوسطه اللي هو بيتكلم في 500 دولار ولا 400 دولار، طبيعي سماعته هتبقى احسن من ده، ولكن انا بقارن ده بالنسبه لاي موبايل تاني ب 200 دولار. طب بالنسبه للمعالج بقى، بص يا سيدي، المعالج الموجود هنا هو الميديا تك هيليو جي 200، معالج 6 نانومتر اوكتا كور، ومعالج رسوميات مالي جي 57، واختيارهم للمعالج ده مقبول جدا في فئه السعر ده. المعالج اللي هيشغل لك الموبايل تشغيل كويس. فكره الريفريش ريت ال 144 هرتز الموجود هنا مع سوفت وير انفينكس اللي بيتطور كل سنه، لا صدقني التجربه هنا سموز قوي، فاهم اللي هو مفيش فيها مشاكل كتير، اقل في البجز وفي التقطيعات من الموبايلات الاقتصاديه المنافسه. يعني خلي بالك دايما اقول لك الحته دي، الموبايلات الاقتصاديه في استخدامها اليومي بتبان، مش زي الموبايلات الغاليه بيبان فيها اللاج سنه، ولكن هنا ال 144 هرتز مع المعالج لا صدقني معالجه لك الحته دي. ايوه ممكن في لحظات تلاقي شويه لاجات بتحصل، ولكن ده اقل كتير جدا من اي منافس تاني بالسعر بتاعه. وعلى فكره الموبايل ده النسخه بتاعته 256 و16 جيجا بايت رامات، 8 فعليين و8 بتزودهم بالسوفت وير، ف 256 مع 16 جيجا بايت رامات مع المعالج ده مع ال 144 هرتز، الباكج دي مديالك موبايل اداؤه تحبه بالسعر بتاعه. تعالى برضو نجرب نفتح الابلكيشنز كده ونقفلها، شوف الدنيا عامله ازاي. يعني بص كده ادي انستجرام، بص الدنيا كده عامله ازاي، بتبان سنه كده ان ده موبايل اقتصادي، ولكن ستيل اسرع بكتير من اي منافس تاني. يلا بينا نفتح بابجي بسرعه كده ونشوف الاداء بيقول ايه. انت راجل برضو لعيب وجيمر وبتاع، عايز تعرف الدنيا فيها ايه. طيب تعالى اقول لك. وعلى ما نفتح بابجي انا حاسك نسيت تعمل لايك، وانا مقدر جدا ان انت ممكن تنسى، وجل من لا اسهو عادي، يعني الصوت العالي بقى انا مسامحك عادي، بس اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا تقديرا للمجهود المحطوط فيه. ببجي هنا تتلعب على HDR والترا او سموز واكستريم، فانا هلعب على سموز واكستريم، اخد 60 فريم يا باشا ثابتين والدنيا تبقى لذيذه. طبعا المعالج ده هو زي ما قلت لك ده احسن اداء في سعره. يجي حد يقول لي طب هو ليه مش بيلعب 120 فريم، ما شاشته 144 كمان؟ اقول لك لان المعالج مش هيقدر يلعب 120 فريم. طب هم ليه حاطين 144 هرتز شاشه بقى؟ اقول لك ده عشان السكرولينج، تجربه السوشيال ميديا وكده تبقى ألذ معاك واسلس، والانيميشنز تبقى اسلس، فاهم؟ مش عشان الالعاب ولا اي حاجه، لان المعالج ده اخره اصلا 60 فريم. يلا يا باشا نخش يا باشا ندرعم. طب هتقولي الاداء عامل ايه معاك يا حكيم؟ تحسه موبايل في بدايه الفئه المتوسطه، اداء الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه في بدايتها باين ان ده موبايل اقتصادي، ولكن الفريمات احسن كتير، تقطيع الفريمات ابسط كتير من اي موبايل تاني منافس. الفئه الاقتصاديه عامه موبايلاتها بتبقى بتقطع اكتر من كده بكتير، لكن ده انا شايف لا جيم بلاي لذيذ معاك، تعرف تاخد راحتك وانت بتلعب، تعرف تجيب كلات. ابلع، قتلته. بص مش قلت لك يا باشا الموبايل ثابت، وده كمان اهو. يلا يا باشا ابلع. انت لو راجل جيمر وعايز توفر برضه وتجيب حاجه في المعقول منه وباكج متكامله، الموبايل اداؤه في الالعاب لذيذ جدا. قتلته قبل ما اموت، جامد. الموبايل ده فيه AI في السوفت وير عادي جدا، ممكن تساله على اي حاجه، فانا ممكن اضغط ضغطه طويله على زرار الباور ده. وعلى فكره بالمناسبه زرار الباور هنا لونه اخضر، في تفاصيل بقى هنا، اللوجو انفينكس اخضر فده اخضر، يعني حاجات كده انا بحب التفاصيل الصغيره دي، قلت اقول لك عليها. يعني لو ضغطت ضغطه طويله كده هتلاقي جيميناي، ممكن تساله على اي حاجه، اقول له هاي جيميناي هاوز ات جوينج. حبيبي والله يعني ماشي. سامعاني؟ بتعرفي تتكلمي عربي؟ اتكلمي عربي. أهلا بك، أنا أتحدث العربية،
خش بقى كلام معايا. انا النهارده بعمل فيديو للهوت 60 برو بلس، عارفه الموبايل ده؟ بالتأكيد. المهم يعني ممكن تخش تكلمها عادي في اي وقت وكذا، بس للامانه الاي اي بتاعه مش متظبط لسه، يعني اللي هو محتاج له شويه تحديثات على شويه اهتمام بالسوفت وير اكتر عشان يظبط. وخصوصا كمان الاي اي بقى اللي هتستخدمه في الصور وفي حاجات كتيره، تعلي بيه مثلا كواليتي صوره او حاجه. فسي مثلا عندك صوره زي دي، على فكره السيلفي جامد جامد والله العظيم في الاضاءه الكويسه. المهم لو عندنا سيلفي زي ده، فعندك اي اي ستوديو هنا تقدر انك تعلي الشاربنس بتاعت الصوره، تمسح اي حاجه من الصوره، وليكن مثلا الكشاف اللي ورايا ده، تعال نشيله واعمل عليه سيركل. بص هو حدده، اقول له ستارت تو ايريز، يبدا يشيل الكشاف اللي في الصوره ورايا ده. يا واد يا لعيب. بص هو شاله ولكن لسه ستيل ما ظبطش الدنيا وراه، هو كان قبل كده وده بعد، يعني فاهم، بيقدر شويه ولكن لو سيناريوهات صعبه مش هيظبط قوي. في بقى ميزه في الموبايل ده انا لازم اوريها لك، صعقت لما جربتها. وعلى فكره الميزه دي انا اول مره اجربها في اي موبايل في العالم عامه. الموبايل ده بيوفر عليك فلوس الرصيد من الاخر. في خاصيه موجوده هنا، ادخل على سيتنجز هتلاقي عندك سيم اند نتورك سيتنجز وبعدين الترا لينك. الخاصيه دي لو معاك اي موبايل تاني من انفينكس في نفس الخاصيه، وليكن مثلا الهوت 65 جي ده، ممكن اخليهم يتصلوا على بعض من غير اي شبكه ومن غير رصيد. على فكره الموبايلات مش متركب فيها شريحه. بص معايا كده، انا هرن دلوقتي بتصل عليه. بص بيرن هنا اهو ورديت والمكالمه شغاله عادي، مفيش اصلا شبكات ولا في اي حاجه، وعرفوا يوصلوا لبعض كويس يعني، كله تمام يعني. وعلى فكره الميزه دي شغاله على مدى واسع، يعني مثلا في الهوت 60 برو بلس فتقدر تشتغل على بعد 1.5 كيلو يا جماعه من الموبايلين. فيعني ممكن تبقى انت مثلا مبنى وصاحبك في المبنى الثاني وتعرفوا توصلوا لبعض. ولكن في الهوت 65 جي العادي بتشتغل على بعد 500 متر بس، وستيل حلوه بزن البيت. يعني انت لو في اخر البيت وحد من قرايبك او يعني حد اخواتك مثلا في اول البيت، تقدر ترنوا على بعض عادي ببلاش، ولا بقى مكالمه ماسنجر على النت ولا حتى مكالمه رصيد في التليفون، فاهم، تقدر ترن عليه عادي جدا من جوه. الالوان المتوفره من الهوت 60 برو بلس هو اللون التيتانيوم اللي معانا النهارده، لون شيك جدا، حاجه فخمه كده معاك لذيذه. في لون احمر شويه مسمينه كورل، وفي لون اسود، بس انت عارفني انا بفضل دايما الالوان اللي هي زي التيتانيوم ده، او اللون الاحمر للبنات مثلا هيبقى جامد جدا. سعر الموبايل ده كام بالظبط؟ سعره الرسمي لنسخه ال 8 256 هو 759 ريال، يعني بالظبط 200 دولار بالتمام والكمال. يعني موجود في السعوديه تقدر تشتريه ب 200 دولار. سعر اسطوري اسطوري بجد. شوف انت منين، لو جالك في اي دوله هيبقى ستيل برضه سعره معقول جدا ورخيص قوي، فاهم. بصراحه موبايل لقطه. انا شايف ان اي حد عايز موبايل في المعقول منه اللي هو مش غالي، هات الهوت 60 برو بلس وانت مغمض. هو موبايل متكامل بسعر مش منطقي، يعني مش عارف ازاي. وقلت لكم انا قبل كده على الحوار ده، هي حاجه للامانه انا مش فاهمها. يعني هي حاجه من الاثنين، يا اما الشركات الثانيه بتضحك علينا، ما انت لما شركه تحط لك 144 هرتز كشاشه موجوده في موبايل ب 200 دولار والموبايلات اللي ب 1200 دولار فيها 120، فيا اما الشركات الثانيه دي بتضحك علينا، يا اما انفينكس بتخسر. ما هي مالهاش غير والله ما لهاش حاجه غير كده يعني. فما اعرفش بقى، اقسم بالله ما عنديش ادنى فكره ايه الحوار، بس انا مستمتع جدا ومبسوط بالموبايل ده. والفكره دي كلها او الموضوع ده كله بيصب في مصلحه المستهلك اللي هو انت. يعني انت لو عايز تشتري موبايل، صدقني ده موبايل انسب ليك جدا وبسعر رخيص قوي. ما تشتريش موبايل غالي لو الموبايل ده قدامك. بصراحه ايه الحاجات اللي كنت عايزها تتظبط فيه؟ طبعا كنت نفسي مثلا يضيفوا كاميرا زياده، يشتغلوا على الترا وايد مثلا او حاجه بدل ما هي شكل بس، ولكن ده برده ستيل صعب قوي بالسعر بتاعه. كان نفسي برده ممكن نزود عدد سنين الاندرويد ابديتس، يعني مثلا يبقى 3 سنين او 5 سنين، لان هو سنتين بس حرفيا ده اللي ممكن يكون ناقص الموبايل. انا ما عنديش ادنى فكره، بس بجد بسعره هو ما يعتبرش ناقص. هوت 60 برو بلس اختيارك الاول لو عايز موبايل اقتصادي. طب انت راجل بتقول لي بقى لا يا حكيم 200 دولار ايه كتير، انا عايز حاجه تحت ال 200 دولار. بص والله هو طلب رخم. ليه؟ لان اصلا 200 دولار ده سعر كويس قوي في الموبايلات دلوقتي، ولكن لحسن الحظ يعني في عندك الهوت 65 جي بلس، الموبايل الثاني اللي في السلسله دي. الموبايل ده زي ما انت شايف كده جايب بحواف بقى اللي هي العريضه، الحاجات اللي هي شبه الايفون كده، وبنفس شكل الكاميرات، ظهر مش بيبصم نضيف معاك، وشاشه مسطحه زي ما انت شايف كده، مش كيرفد ولا حاجه، عشان لو انت بتحب الشاشات اللي هي المسطحه دي فده موجود عادي. وعندك هنا زرار زياده هتلاقيه تحت الباور، الزرار ده بيفتح لك فولكس بتاع الاي اي، فممكن تضغط عليه وبتكلم فولكس هنا عادي الاي اي بتاع انفينكس وتساله على اي حاجه. الموبايل كمان بالمناسبه فيه مدخل 3.5 مللي للسماعه، بس ما اعرفش هو نازل تحت ليه. يعني بص كده هو تحسه نازل لتحت زياده عن اللزوم، ما اعرفش ده ايه ده بقى. فهو كويس قوي ان موجود بصراحه مدخل السماعات ده ما اتشالش، وعندك مدخل شحن تايب سي للسماعات، وعلبته جاي فيها نفس محتويات العلبه ولكن من غير سكرين. هتلاقي هنا عندك جوه الجراب موجود وراس الشاحن والكابل، ولكن مفيش سكرين بروتكتور لان هو نفسه جاي عليه سكرين بروتكتور اللي هي الجيلاتين الرفيعه دي اللي بتيجي على الموبايلات. ستيل موبايل ارخص ب 200 دولار وجاي معاه كل الحاجات دي، حاجه كويسه جدا يعني، موفر عليك. مش هتشتري له جراب، مش هتشتري له سكرينه، مش هتشتري له شاحن، فاهم، كل حاجه موجوده في العلبه. المفاجاه بقى كمان ان موبايل سعره اقل من 200 دولار جاي فيه معيار امان ضد طرطشه الميه. والله العظيم اللي انت سامعه ده صح. الموبايل ده فيه معيار امان IP64 ضد طرطشه الميه والاتربه، مش ضد الميه فعلي بس ضد طرطشه الميه. دي حاجه برضه ستيل معيار الامان ده بيتحط في موبايلات ب 400 دولار، ده موجود في موبايل تحت ال 200 دولار. دي حاجه ممتازه. الموبايل شاشته IPS LCD وبريفريش ريت 120 هرتز،
بس، وبرايتنس بتوصل ل 700 نتس. حجم الشاشه كبير زي ما انت شايف 6.7 انش، ولكن حواف الشاشه بدات تكبر بقى زي ما انت شايف كده. خلاص يعتبر جدا انه موبايل يعني فئه انتري قوي، اللي هو يعني حتى مش اقتصادي، هو انتري ليفل. سعره بالظبط حوالي 160 دولار، فاللي هو مديك شاشه 120 مع بطاريه كبيره. على فكره هنا بطاريه الموبايل ده يا جماعه 5200 ملي امبير، ومعالج الدايمنسي 7060 5G، معالج بيدعم ال 5G، دي حاجه كويسه قوي ان الموبايل ده مش 4G، ومعالج اداؤه بالنسبه للموبايلات الانتري ليفل والاقتصاديه هو الاعلى وسطهم كلهم، فهو هيخلي الموبايل اداؤه سريع معاك مع الشاشه 120 هرتز. الدنيا لذيذه عادي، مفيش فيه اي مشاكل يعني، وتستخدمه استخدامك اليومي. وفي الالعاب يعني مش هينفع ان هو يبقى من تيست الموبايل ده للالعاب بصراحه، هو يشغل معاك كل الالعاب طبعا كل حاجه، ولكن هو مش موبايل جيمنج، هو انتري ليفل، فموبايل يا دوبك يعني فيه امكانيات كويسه تشغله معاك سنين. بس مش ده الموبايل اللي هينافس معاك بقى في الالعاب ونلعب كام فريم والكلام ده، لا. سرعه الشحن في الموبايل ده زي باقي الموبايلات 18 واط، دي السرعه المنطقيه جدا في فئه السعر بتاعته. المفاجاه ان الموبايل ده بينزل 8 256 جيجا، ربع تيرا في موبايل اقتصادي يا جماعه، والله حتى بس مش اقتصادي، هو انتري ليفل، اللي هو البدائي جدا، اللي هو لسه في بدايه الموبايلات كسعر يعني. ومدخل 3.5 مللي موجود، وسعره 160 دولار بس، ده السعر الرسمي بتاعه، يعني ممكن يبقى ارخص من كده كمان بعدين، فاهم؟ ف 160 دولار في موبايل زي ده صفقه بجد يعني، لو عايز تجيب موبايل لابنك الصغير، لحد كبير، لحد مش بيستخدم اصلا الموبايلات قوي يعني. موبايل 120 هرتز وبطاريه كبيره، شكله كويس، خاماته كويسه، ده موبايل ينفع لاي حد مش مهتم بقى انه يلعب العاب ويتصور صور جامده ومش عارف ايه، لا هو عايز موبايل في المنطقي منه وما يدفعش كتير. الهوت 65 جي اوبشن لذيذ قوي بالسعر بتاعه، ولعلمك يعني كاميرته مش سيئه، هي كاميرا 50 ميجا بكسل الاساسيه الموجوده هنا، وهي كاميرا واحده برده. تعال اجربها لك كده سريعا دلوقتي برده عشان تشوف النتيجه. دي صوره الموبايل يا سيدي، بيبدا يعمل المعالجه بتاعته. اتفرج الصوره عامله ازاي، والله يا جماعه كلير ونظيفه كده، والبورتريه حتى مظبوط، الاطراف القصقصه بتاعته مظبوطه، مفيش فيه اي مشاكل، مش غلطان حتى في البورتريه. والله في ايفونات بتغلط في البورتريه، تخيل ده موبايل ب 160 دولار والصوره دي طالعه منه. والله الوان حتى ممتازه، معالجه الالوان بجد من انفينكس الفتره دي انا متفاجئ منها، مش عارف ازاي ظابطين الوان الصور بالشكل ده، بس في شغل في السوفت وير بيتم بعد ما بتاخد الصوره رهيب، بيودي الصوره في حته ثانيه حرفيا. وبس يا جدعان دي كانت كل حاجه عن سلسله الهوت 60 الجديده، الهوت 60 برو بلس 5G والهوت 60 5G. الموبايلين موبايلات اقتصاديه، في واحد فيهم 160 دولار، ده اللي هو لو انت عايز تجيب موبايل في السريع منه كده ما بيبقاش في دوشه كتير وبتاع، الموبايل ده موجود. ولو عايز موبايل بامكانيات خزعبليه ب 200 دولار بجد، الهوت 60 برو بلس ده يعني سفاح. انا ما اقدرش ارشح موبايل تاني ب 200 دولار والموبايل ده موجود للامانه. وكده كده هحاول اسيب لكم لينك الشراء بتاعه تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا، لو لقيته يعني، لو لقيته، لان هو بيبقى خلصان في الغالب، فلو لقيته على نون مثلا ولا حاجه سيبه لك في الديسكربشن. اكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتس في الموبايلات دي، وقولوا لي لو شايفين موبايل تاني احسن، يمكن يعني تلاقي، بس انا بقول لك بجد مفيش يعني. انا كده بقرا كل الكومنتس برد عليها، ولو عندك اي استفسار عنهم اكتبوا لي تحت في الكومنتس دلوقتي حالا. وبس كده، معاكم سوبر لايك كبير، وبالك اخر فيديو جديد. بيس.